الاتجاه ده اللي اسمها طبعا قاعة الاحتفالات الكبرى، ودي مكشوفة. ليه مكشوفة؟ عشان كان هنا الناس تتزاحم، بس مش كل الناس، خاصة القوم اللي هم الناس علية القوم اللي يجوا هنا. فكانوا هنا طبعا ايه، كانوا يقدموا لهم النبيذ، يشربوا النبيذ. بعد كده دماغهم ايه، تروح في حتة تانية. بعدين كان هنا على المصابيح، والصالة دي كانت مغطاية وسموها صالة التجلي، يعني بيتجلى منها الإله للبشر، على أساس إن هم بيطلعوا التمثال من جوا من قدس الأقداس، يضعوه على زورق مركب صغير مطلية بالذهب، وعليها التمثال الذهبي، وعليها شمعة من قدام أو مصباح زيت. وبعد كده يضلموا الحتة اللي هنا، والناس طبعا شربانة كلها تمام. فيطلع الكاهن يزعق فيهم ويقول لهم الآن حانت لحظة التجلي، الإله يظهر لكم. فيظهر الإله، هم يبدأوا إيه، يقولوا يا رب. وبالآخر برضه نفس القصة، اللي هم يأمن لهم على الدعاء ويجيبوا القرابين. ودي كانت شغلة المين؟ الكهنة. إن هو لازم طبعا دي شغلتهم الأساسية، هي تبجيل الآلهة، عشان الناس برضه هتجيب حاجة لفين؟ للآلهة. والمستفيد هو مين؟ الكهنة. ولذلك هم الكهنة كانوا على قمة الهرم بعد الملوك. الهرم الوظيفي في الدولة، الملك والحاشية، الكهنوت على طول. تمام. كان العمال والمزارعين دول تحت خالص، الصناع المهرة فوق منهم شوية، المهندسين والنجارين ومش عارف ايه، الناس اللي هي المهندسين يعني بأشكال، مهندس مباني ومهندس نجار فوق منهم شوية، وهكذا. وبعد كده قادة الأقاليم، وبعد كده قادة القوات المسلحة، وبعد كده الكهنة، وبعد كده الملك والحاشية بتاعته.